الجو حر نار نار نار، وكل يوم درجات الحرارة بتزيد وتزيد وخلاص، يبقى هو ده وقتها بدل ما احنا قاعدين مفرهدين كده من الحر، يبقى لازم كل واحدة فينا عندها مروحة وركناها كده من السنة اللي فاتت بالتراب بتاعها من غير ما نضفتها، طلعي مروحتك وتعالي ورايا. اول حاجة كده نصلي على النبي في الكومنتات، ولو لسه مش حاطة اللايك انزلي حطي لي اللايك الجميل من ايديكي، ولو اول مرة بتشرفي قناتي اشتركي معايا في القناة وكبري عيلتي بيكي، ويلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو ونشوف جايه لكم بالفيديو ايه النهارده. طبعا النهارده جايه كده بالمروحه. المراوح ضروري جدا ان هي تتنضف من التراب قبل كل استخدام على دخلة كل صيف ان شاء الله. طبعا المروحة مش بس بننضفها علشان مثلا كنظافة كشكل حلو، كمان علشان الهواء بتاعها يكون صحي، لان طول ما الريش بتاعة المروحة شايلة تراب، طول ما الهواء اللي هيكون طالع منها هيكون كله رذاذ بقى وكله تراب، وهيكون وحش جدا خصوصا لمرضى الحساسية. فتعالوا نبدأ كده ننضف المروحة البوكس بتاعتنا. اي حد عنده مروحة بوكس زي دي ومش عارف هي بتتنضف ازاي او بتتفتح ازاي عشان ننضفها، الموضوع سهل وبسيط. القطعة اللي هي في النص دي بتلفيها كده بايديكي على الجهة الشمال، او زي ما بنقول كده عكس عقارب الساعة، هتتفتح معاكي بمنتهى السهولة. هتبص تلاقي فيه كده مسمارين بأي مفك عندك، ما عنديش مفك كده زي حالاتي، سكينة يكون بس سنها كده عريض شوية مش رفيع قوي، ونبدأ بقى ان احنا نفك المسامير. انا هنا في المقطع ده ما حبيتش ان انا اسرعه ولا حاجة عشان تشوفوا معايا ان الموضوع سهل وبسيط، وما تقلقيش هيتفك معاكي المسامير بمنتهى السهولة. والقطعة اللي هي على الوش اللي انا فكيتها في الاول دي برضو بتتفك معاكي بسرعة جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص. بدأت هنا ان انا افك بقى المسامير، هما مسمارين بس. والشبكة اللي هي على الوش دي هنركنها دلوقتي على جنب، ونشوف بقى هننضف ريش المروحة او قلب المروحة من جوه عامل ازاي. شايفين كمية التراب اللي على المروحة، لان انا بأمانة بقالي فترة طويلة جدا جدا ما نضفتهاش ولا جيت جنبها، فحبيت كل حاجة تكون معاكم كده على الطبيعة علشان تشوفوا كمية التراب اللي فيها وازاي ننضفها بدون ما تاخد معانا وقت ولا مجهود ولا نعمل لها خلطات ولا اي حاجة. في الاول كده جبت قماشة ان انا اشيل التراب ده الاول قبل ما نعمل اي حاجة فيها، انضفها الاول من التراب. لو عندك مثلا فرشه كده صغيره هتخش جوه المروحه، ممكن تشيل التراب ده بالفرشه. انا ما عنديش، فجبت حته قماشه كده، وبدات ان انا انفض كل التراب بقى وامسح كل التراب من على ريش المروحه ومن على قلب المروحه من جوه وكمان من بره. عايزه اقول لكم كميه تراب طلعت منها، سحاب التراب كده طلعت في وشي زي ما انتم شايفين. حتى لو هتاخدوا بالكم هتلاقوا الرخامه كمان مليانه كلها تراب. جبت هنا طبق فيه شويه بتاع ده مسحوق غسيل اي نوع، وشويه سائل مواعين، حطيتهم كده، ما حطيتش ولا كلور ولا كربونات ولا اي حاجه، هو شويه المسحوق وشويه سائل المواعين وخلاص على شويه ميه دافيين كده من الحنفيه وخلاص. وجبت فوطه كده مايكرو فايبر، وهي احلى حاجه في التنظيف هي الفوط اللي بتبقى مايكرو فايبر دي، جميله جدا. ببدا ان انا ابل كده الفوطه بتاعتي من الصابون، وفي نفس الوقت انا عصراها كويس جدا مفيش فيها ميه، علشان طبعا الاجزاء دي بتكون قريبه للموتور، مش عايزين نجيب ولا نقطه ميه على موتور المروحه علشان لا قدر الله ما يتحرقش مننا. بابدأ إن أنا أمسح بقى ريش المروحة، وخدي بالِك وأنتِ بتمسحي الريش امسحيها من ورا ومن قدام، يعني تمسكي الريش كده بتمسحيها بالفوطة من قدام ومن ورا في نفس الوقت، لإن أنتِ ممكن تمسحيها من قدام وما تاخديش بالِك إن أنتِ تمسحيها من ورا. فمسحتها كده زي الفل، وهابدأ بقى إن أنا أجيب الفوطة زي ما أنتم شايفين كده وأدخّلها في الفتحات اللي هي ورا دي، لإنها كانت شايلة معايا تراب جامد، فلقيت إن أنا لو مسحتها كده من على الوش من برّه وخلاص مش هتنضف. فبدأت إن أنا أدخّل بقى الفوطة كده بالراحة، وخلّيت بالي طويل خالص في كل الفتحات كده، ونضفتها كويس زي ما أنتم شايفين، حلوة جدًا. يمكن ما يكونش باين معاكم في الكاميرا، لكن أنا مسكتها واحدة واحدة. طبعًا قفلت الكاميرا وخدت المروحة على الأرض علشان طبعًا ضهري ورجلي ما يوجعونيش، وقعدت أتسلى عليهم واحدة واحدة كده. طبعًا بيبقى في حتت أماكن صغيرة كده ما تعرفيش توصلي لها، فبالقطانة بتاعة الودان دي أو بالودانة أيًا كان بنسميها إيه، وهابدأ بقى إن أنا برضه أبلّها كده في الصابون أو في الخلطة اللي أنا عاملاها دي، وأشوف بقى أي أماكن ما عرفتش أنضفها كويس أعيد عليها بقى بالقطانة دي. وطبعًا دي رفيقة الكفاح دايمًا في تنضيف الأجهزة الكهربائية معايا. قبل كده عملنا فيديو برضه كان كامل عن تنضيف الأدوات الكهربائية اللي موجودة معانا في المطبخ، برضه ممكن أسيبه لكم للناس اللي ما شافتوش برضه. هنا كده أنا خلّصت الجزء اللي هو بتاع المروحة من جوّه ومن برّه، فاضل بس بقى الجزء اللي هو الإطار نفسه بتاع المروحة، اللي هتلاقيه بقى متوسخ مثلًا مكان إيدين الولاد، إيديهم ملزقة، أنتِ ماسكة إيدِك مثلًا مش نضيفة ومسكتيها، فسلكة ناعمة كده اللي هي بتاعة التنضيف دي، أو اللي بنغسل بيها المواعين. وهابدأ بقى إن أنا أبلّها برضه من الصابون، وفي نفس الوقت مصفياها كويس علشان ما تنزّلش معايا مَيّة، بس أنا عايزة الرغوة بس بدون مَيّة.
وفي نفس الوقت معايا الفوطه بتاعتي بعد ما غسلتها كويس بقى من التراب تحت الحنفيه كده، وبمسح يعني مش بستنى ان انا امسح في الاخر، لا كل ما اغسل حته كده او ادعك حته اروح منشفه الرغوه بالفوطه، علشان كل ده انا مش عايزه نقطه ميه توصل للموتور، لان طبعا المروحه دلوقتي غاليه جدا جدا. انا كنت شاريه المروحه دي تقريبا من حوالي 5 سنين، كانت عامله 300 جنيه، 320 حاجه في الرينج ده. النهارده اقل مروحه معديه ال 1000 جنيه. طبعا عايزين نحافظ على حاجتنا وننضفها بدون ما نبوظها. طبعا الاوساخ اللي كانت بقى على المروحه من فوق ومن تحت دي، دي كان لزق كده او ستيكر الولاد كانوا لازقينه على المروحه، لان المروحه دي بتاعتهم يعني في الغرفه بتاعتهم وكده، فكانوا عاملين معاها الصح شويه، على شويه مانيكير كده، على شويه مش عارفه ايه. المهم ظبطتها ورجعتها جديده من اول وجديد. هم اساسا لما شافوها بجد انبهروا منها، قالوا لي لا بقت زي الفل، بقت حاجه تانية، انت اشتريت لنا واحده جديده ولا ايه؟ طبعا هنا برضو الجزء اللي فوق بتاع المفاتيح ده غسلته برضو كده كويس، واخد بالي برضو مفيش اي ميه تنزل ما بين المفاتيح وبعضها، وعلى طول الفوطه معايا، يعني بدعك كده المروحه او بغسلها من بره والفوطه معايا. طبعا لو هي مفيش عليها اوساخ لازقه كده، ممكن من غير سلكه ولا حاجه والفوطه برضو تمشيها عليها كده، هتلاقيها نطفت معاكي بمنتهى السهوله، بس هتعوز يعني تضغطي عليها شويه كده. المروحه معايا خلاص نضفت. هنا بقى كده رحت جايبه قماشه برضو كده ناشفه، او اي فوطه ناشفه ما فيهاش ولا نقطه ميه، انشف بقى اي اجزاء فيها ميه في المروحه عشان افنشها، وخلاص ابقى اتاكد بقى ان المروحه معايا بقى نشفت ونضفت وبقت زي الفل. بالنسبه لي كده المروحه بقت تمام، ما سبتش جزء فيها غير لما نشفته كويس وسبتها بقى مع نفسها. وتعالوا بقى نغسل الشبكه اللي احنا فكيناها كده في الاول وقلت لكم هنركنها على جنب. دي هنضفها عادي تحت الميه، لان طبعا دي بعيده عن الموتور وعن الاجزاء اللي انا خايفه عليها ان هي يوصل لها ميه. برضو كانت شايله تراب كتير جدا، هتتنضف معايا بمنتهى السهولة. طبعا برفيقة الكفاح برضو زيها زي القطانة، اللي هي فرشة التنظيف دي. فرشة التنظيف دي قطعة أساسية لازم تكون معاكي في البيت. بصي أنا ما بستغناش عنها بجد والله، كل حاجة فيها تنظيفات أيا كان نوع الحاجة اللي أنا بنضفها دي، الفرشة دي معايا دايما في كل حاجة. تحت المية كده الأول نزلت التراب قبل ما استخدم بقى أي صابون أو أي منظفات، نزلت كل التراب اللي على الشبكة، وبالفرشة برضو كده بقيت أبلها في الصابون اللي احنا عاملينه من البداية خالص، وبدأت أغسلها كويس جدا. وتحت المية بقى بعد ما غسلتها كده ان انا شطفتها، وهسيبها بقى تنشف على جنب. والقطعة دي كمان كانت بالطرابة كده حاجة بسيطة، برضو غسلتها وهسيب دول بقى ينشفوا كويس جدا. مثلا هتسيبيها تحت مروحة، هتنشفيها مثلا بفوطة، لو احنا بالنهار كده هتخرجيها في الشمس ربع ساعة كده هتلاقيها نشفت. هنا المروحة قلت اجربها كده قبل ما نقفل بقى المروحة بعد ما كان كل حاجة نشفت وكله تمام. هنا بقى القطعتين اللي احنا او القطعة اللي احنا شلناها اللي فيها مسمارين دي، اخد بالي وانا بركب الشبكة انها يعني الفتحتين دول يكونوا نفس الفتحتين اللي في الموتور، عشان اعرف ان انا اظبطها كده واركب المسامير بتاعتي تاني بنفس الطريقه اللي عملناها. زي ما فكناهم بالسكينه ركبناهم برضو بالسكينه، بس طبعا لو معاكي منفك هيكون افضل علشان ما يبوظش المسامير. لكن احنا الجيش قال لك اتصرف، فانا اتصرفت في حدود الموجود عندي. بعد كده هنركب القطعه دي وخلاص كده المروحه معانا تمام وزي الفل، رجعت جديده من اول وجديد بدون مجهود. والله ما خدت معايا اي مجهود خالص ولا اي وقت خالص، ما شاء الله عليها زي الفل اهي، جميله جدا، ما خدتش اي حاجه مني. نضفتها رجعتها جديده. عايزه اقول لكم هواها بقى طياره، مش بقتش مروحه بقت طياره، حلوه جدا جدا. هنا بقى قلت اعمل لكم ريفيو سريع كده عنها للي حابب يشتريها، اللي هي المروحه البوكس ماركه فريش، جميله جدا والله بجد. انا عن نفسي بعشق هواها جدا. هي فيها كده 3 سرعات، وفيها كمان تايمر، تقدري تظبطي التايمر من اول 20 دقيقه لحد ساعتين، اللي هو لو حابه انت مثلا تظبطيها وهي تقفل او تفصل لوحدها. بس انا بصراحه عمرنا ما استخدمنا التايمر ده يعني، لان احنا على طول لما بنشغلها طول الوقت. هي فيها 3 سرعات، دي السرعه الاولى. انا مش عارفه هي ممكن تكون باينه لكم في الكاميرا ولا لا. انا عايزه اقول لكم طبعا بعد ما غسلتها وشلت من عليها كل التراب سرعتها بقت عاليه جدا كاني شارياها لاول مره. ودي اللي هي السرعه التانية، حلوه. هي ميزتها ان هي هواها هادي وما بتعملش دوشه، وبتحس ان هواها ناعم كده. انا بحس ان هواها ناعم مش بيأذي الصدر كده، ولا بيأذي العظم زيها زي المروحه اللي هي بتبقى الستاند او المروحه اللي في السقف. بصراحه ده بالنسبه لي يعني. طبعا فيها الزرار اللي مكتوب عليه جريل، ده هو ده اللي بيتحكم في دوران الشبكه اللي بره، اللي هو هي زي ما انتم شايفين كده هي دلوقتي بتلف. لو ضغطتي عليه ضغطه كمان هتثبت، يعني لو انت حابه مثلا تثبتي المروحه عليكي، لو انت قاعده عايزاها تبقى عليكي انت بس، بتضغطي على الزرار ده. لو حابه انها تلف وتوزع الهواء في الغرفه كلها تضغطي عليه ضغطه تانية. حلوه جدا المروحه، عن تجربه زي ما بقول لكم عندي بقى لها 5 سنين. جيبوها بجد لانها حلوه، لو مثلا لغرفه ولاد، لمكتب،
لمطبخ برضه، أنا أحيانًا بادخّلها معايا المطبخ لمّا يكون الجو حَر. هو ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تحطّوا لي لايكات لو وصلتوا معايا لآخر الفيديو، وتكتبوا لي كومنت حلو، ومع السلامة.